صباح الجمال. قلت بقى نبدأ يومنا كده بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأوريكم بقى هنفرش على سرير الأطفال، وبجد هيعجبكم جدا. أول ما فرشت السرير كده بنفس الطريقة عجبتني جدا، وهوريكم طبعا الفيديو هيبقى فيه كذا حاجة مش حاجة واحدة. يعني حاولت اجمع لكم فيه كذا حاجة كده علشان يبقى فيديو مختلف، وعلشان ما تحسوش بملل. اول حاجة فرشت سرير الاطفال، كمان حتى جبت لكم بسرعة بسرعة كده السرير فرشناه. شايفين السرعة؟ انا ساحرة، يا دوبك اعمل الملاية كده تلاقوها اتفرشت. ايه رأيكم؟ خلصت السحر بتاعي. رجعت الخداديات مكانها ورشيت شوية معطر وخرجت من الأوضة. شايفين الحاجة بتبقى بسيطة جدا وبتعمليها بتغير نفسيتك، وأنا فرحانة قوي باللون البينك ده، جميل جدا. هنرش معطر بقى، نعطر الأوضة بتاعتنا. ويلا ما اوريكم السمك اللي كنت تبلته معاكم وانا فوق بعد ما شويته، وبالليمون والثوم والحاجات دي والكمون وهريسة الشطة. وبجد شايفين البرام القمر ده؟ وطبعا السلطه القمر اللي انا عاملاها دي، انا بحب السلطه الخضراء قوي مع السمك المشوي، اكيد كلكم كده. شايفين السمك قمر ازاي؟ شرب من التتبيله وبجد تحفه. الحاجه كده تفتح النفس، كل ما اشوفه اعوز تاني. مش عارفه ليه، كل ما بجد ما بشوفه بحس ان انا عايزه سمك. بحب السمك المشوي قوي. هنا بقى حطيت حلة على النار ونزلت فيها ببصلتين متقطعين طرنشات كده، علشان انت برضو لو مش عارفه محتاره تعملي ايه اعملي كده، وفيها شويه زيت. وبعد كده اي بقى كميه فراخ عندك، لو ربع فرخه واحد هتحطيه. وبعد كده كان عندي بقى دبابيس الفراخ دي، وقلت هعمل مبكبكه. تمام، هي اكله سريعه جدا، اكله ليبيه وما بتاخدش وقت خالص. حطيت الصدوق الوراك دي اللي هي الدبابيس دي، وقلبتها مع البصله. اول ما خدت صدمه بس كده هنزل عليها بقى بشويه ورق لورا وشويه حبهان وشويه روزماري. تمام، دلوقتي بقى هنزل زي ما قلت لكم وريتكم كده. نزلت بقرن فلفل حراق طبعا، لاني بحبها سبايسي. سبايسي بتبقى جميله جدا، جربوها تعجبكم قوي. حطيت بقى الورق اللورا والحبهان والحاجات دي. طبعا الفيديو مختلف خالص المرة دي، حتى عاملاه قصير خالص، ويا رب يعجبكم وربنا ما يقطع لنا عادة، اللهم امين، ويبارك لي فيكم بجد. بحبكم في الله، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. شكرا على كل اللي بيحط لي لايك، شكرا على كومنتاتكم، شكرا على كل حاجة. طبعا حتة فلفل طارت كده مش مشكلة، عادي خالص. هنا بقى حطيت كيس صلصة كنت عاملاه في الفريزر. بدل ما اجيب طماطم واضربها وكلام من ده، جبت كيس بقى وحطيته، هو لسه مجمد زي ما هو، ما كانش فك ولا اي حاجة. وطبعا بحطه عند النار خالص، فزي ما انتوا شايفين كده بيسيح معايا ويبقى زي الفل. شايفين قرب يسيح خالص بقى. بحركه بقى من مكانه على طول كده، وننزل بالتوابل بتاعتنا. نزلنا طبعا بمعلقة صغيرة بهارات، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وهننزل بقى بشوية كمون صغيرين كده، والملح بتاعنا نص معلقة كبيرة ملح، او حط معلقة يعني عادي، معلقة مساحة كده ممسوحة يعني كده. هنا بقى كانت الصلصة بتاعتي فكت خالص، وطبعا هحط ذرة سكر صغيرة علشان الصلصة بتاعتي. تمام، رشة سكر كده مش اكتر من كده، ونزود مية بقى. هنا بقى قلبتهم كمان تقليبة كده بعد رشة السكر. هزود المية بتاعتي على حسب المكرونة اللي عندك. انا هنا بقى زودت 3 كوبايات مية، وهغطيها بقى واسيبها لحد ما يستوي. هنا كانت استوت على فكرة، شايفين؟ هحط كمان شوية بهارات، لان كنت دقتها حسيت ان هي ناقصها حاجة. حطيت شوية بهارات وشوية ملح كمان علشان المكرونة بتاعتي. ولا ابسط من كده. شايفين الحاجة ببساطة وبتكون خلصت، ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة خالص. دقتها لقيتها محتاجة شوية ملح، حطيت لها شوية ملح وغطيت عليها. اول ما استوت خالص خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده، هي كده استوت معايا. طبعا اول ما بتستوي كده بنزل بالمكرونة بتاعتي اخر حاجة. كمية المكرونة اللي عندك، انا نزلت بنص كيلو مكرونة، وبعد كده غطيت عليها وبتقلبيها على طول طبعا.
وبتهدي النار. اول ما بتغلي خالص بتقومي جايه مهديه النار مش قوي، وبعد كده بتقلبيها ايدك فيها عشان ما تلزقش منك. وبعد الاخر خالص هنحط بقى فص ثوم مفروم. فص الثوم المهروس ده بيكون اخر حاجه يا جماعه بعد المكرونه ما بتستوي، بجد بيدي طعم تحفه، يعني بيفرق خالص في الطعم. وما تنسوش تحطوا لايك وشير وكومنت حلو كده. شير يا ولاد، شيروا الفيديو علشان يوصل لعدد من الناس. وبحبكم في الله، احلى متابعين في الدنيا. طبعا زودت شويه ميه مش صغيرين، مش كتير خالص. وبعد كده هحط بقى الفص الثوم في الاخر يا جماعه. قلت لكم اول ما المكرونه تستوي هحط فص الثوم ده اخر حاجه خالص. بس كده نزلت فص الثوم اخر حاجه. وبكده المكرونه بتاعتنا تكون خلصت، مفيش اي حاجه اكتر من كده. خلاص بقى هنغرفها وبألف هنا وشفا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى لايك وشير وكومنت حلو كده، واللي ما اشتركش في القناة ينورني باشتراكه عشان عيلتي تكبر بيكم. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. سلام.